أهلا ومرحبا بكم في نشرة الانتقالات على قناة Alternative Live. هذه نشرة جديدة تهتم بانتقالات اللاعبين والمدربين، وتهتم أيضا بتفاصيل وكواليس الانتقالات. إذا قبل الدخول في تفاصيل النشرة ندعوكم للاشتراك بالقناة ومشاركة تعليقاتكم. إذا نبدأ بالخبر الأول. الخبر الأول هو دخول برشلونة في اتصالات مباشرة مع أنطون غريزمان لاعب أتلتيكو مدريد، إذ اتصل نادي برشلونة أخيرا بعائلة غريزمان باتصال مباشر، وكذلك مع مدير أعماله. وحسب صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية فإن قيمة الصفقة سوف لا تقل عن 100 مليون يورو تقريبا، بحدود 100 مليون يورو. وسوف تكون هذه الصفقة من أهم الانتقالات الصيفية لبرشلونة الموسم القادم، بما أن أتلتيكو مدريد في حاجة كثيرة لبعض الأموال، ونظرا لأن برشلونة لم ينجح في ضم كونتينيو وديمبيلي الموسم القادم، لذلك فهو مضطر لانتداب مهاجم من طراز عالي مثل جريزمان، وسوف يدفع كل هذه المبالغ. أما بالنسبة لريال مدريد فقد دخلت في مفاوضات رسمية مع باريس سان جيرمان لجلب نيمار، لكن كما نعلم جميعا أن صفقة نيمار تكلفت حوالي 222 مليون يورو، وهو لا يمكن لأي نادي أن يدفع مثل هذه المبلغ في صفقة انتقالات. لكن رئيس ريال مدريد فالنتينو بيريز قدم حلول بديلة لصفقة نيمار، إذ وقع اقتراح 4 لاعبين من ريال مدريد مقابل نيمار، أي يعني ليست صفقة مالية، فهي صفقة تبادل، صفقة مبادلات، إذ سيقدم ريال مدريد مقابل خدمات نيمار كل من جارث بيل وبنزيما وجيمس رودريغيز ورافائيل فاران، إذ أن قيمة كل لاعب منهم حوالي يعني جارث بيل قيمته الآن هو 80 مليون يورو، كريم بنزيما قيمته 30 مليون يورو، جيمس رودريغيز أيضا 50 مليون، وكذلك أيضا لرافائيل فاران 50 مليون يورو، إذ تصبح كلفة هذين الأربع لاعبين 240 مليون يورو مقابل انتقال نيمار إلى فريق ريال مدريد. أما بالنسبة للخبر الثالث والأخير لهذه النشرة فهو بالنسبة لانتقال المدربين، إذ انضم كونتي مدرب تشيلسي الإنجليزي إلى القائمة المضايقة لريال مدريد أملا أن يأتي الصيف القادم. كما نعلم جميعا زيدان يمر هذه الفترة بفترات حرجة في ريال مدريد، فالنتائج ليست جيدة كما يطمح عشاق النادي الملكي. لذلك فإن رئيس ريال مدريد فالنتينو بيريز بدأ يفكر في تغيير المدرب وتغيير روح جديدة بالفريق. إذا أعزائي المشاهدين نشكركم على حسن انتباهكم، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة ونلتقي في نشرات أخرى لاحقة. إلى اللقاء.